المولورية الدول الايه المتفوقة متفوقة. عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، مساء الخير من أوضة المليونير. أنا فريد وانا داوود، ودي اوضه المليونير. زي ما اتفقنا المره اللي فاتت هنشوف الاحزاب اللي موجوده في المانيا دلوقتي، وهندخل على البروجرام مع كل حزب فيهم، نقول مع بعض، نفكر فيه مع بعض، نبتدي نتناقش ايه امكانيه ان هم يحققوا اللي هم بيقولوه ده. هل توجهاتهم معانا ضدنا؟ حاجات كتير كده هنتكلم عليها، هنناقشها مع بعض. زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت برضه في حزبين بس لحد دلوقتي من سنة 49 إلى الآن، أو من 45 من نهاية الحرب، وما كانش فيه مستشار معين سنة 45 لأن البلد كلها كانت بتحكم بالحلفاء والمنتصرين في الحرب يعني. ومن سنة 49 إلى الآن هو ما حكمش ألمانيا غير الاس بي دي والسي دي يو والسي اس او. بالظبط. السي دي او سي اس او هم حكموا فترة حوالي 52 سنة، والاس بي دي حكم حوالي 25 سنة نصه تقريبا. فالنهارده معانا السوشيال ديمقراطيسche بارتاي دويتشلاند، اس بي دي. حزب الاس بي دي دخلت انا وفريد نبص على الفال بروجرام بتاع الحزب الاس بي دي. الفال بروجرام بتاعه ابتدى، او الحزب ابتدى الكلام بتاعه بالانجازات اللي هو عملها من سنه 2021 لحد دلوقتي. ما تقول لنا كده فريد. والله هو الاس بي دي مسك الحكم سنة 2021 في وقت صعب شوية، كان وقت الكورونا. بعد ما مسك بسنة تقريبا حصلت الحرب الأوكرانية الروسية، وده أثر زيادة على الاقتصاد الألماني. فهو من النقط الأساسية إن هو قدر يسيطر على اسعار الطاقه في المانيا. قدر كمان ان هو يعلي من المينسن لون او الحد الادنى للاجور. قدر كمان ان هو يرفع من المعاشات، وان هو يزود من الكندر جيلد، وسيطر على تدفقات الهجرة الغير شرعية لألمانيا. بعد كده هندخل على البرنامج نفسه، والبرنامج نفسه هو فيه زي مبادئ عامة كده هم حطوها. وأول حاجة هم اتكلموا فيها مبادئ عامة تماما يعني من غير تفاصيل، وبعد كده بيبقى ليها يعني كل مبدأ عام كده فيه تفصيلات أو فيه ديتيلز مختلفة. فأول حاجة اتكلم فيها الاس بي دي أو الحزب اتكلم على الرؤية الاقتصادية. في الرؤية الاقتصادية هو شايف إن هو عنده تارجت أو هدف إن هو يزود الحد الأدنى للأجور ل 15 يورو في الساعة. وغير كده هو كمان عايز يعمل عدالة ضريبية، إن هو المفروض إن الغني أو الناس اللي بتقبض أكتر بتدفع ضرائب أكتر وهكذا. فدي حاجة برضو من الإصلاحات اللي هو حابب يعملها. جوه الرؤية بتاعته برضو هو اتكلم عموما عن الطاقة والطاقة النظيفة، الطاقة الخضراء يعني. في موضوع الطاقة النظيفة ده طبعا هو الاس بي دي من الناس اللي هم ضد اللي هو ان هو يرجع مثلا المفاعلات النووية. هو دايما عايز يعتمد على الطاقة النظيفة تماما وحاجات من دي، فمنهم طاقة الرياح والطاقة الشمسية. فهو عايز يستثمر يعني يحط استثمارات في المنطقة دي. يعني هو هيجيب التمويل بتاع الاستثمارات دي منين؟ دي حاجة حلوة جدا. ودي حاجة من الحاجات اللي عجباني فعلا في البرنامج بتاعهم، ان هو زي كاتب لك او قايل لك هو اصلا هيفند الحاجات الافكار بتاعته دي بطريقة عاملة ازاي. بالظبط. يعني هو هيجيب التمويل بتاع ده وده ازاي. فمثلا في الحتة دي عايز يعمل صندوق ألمانيا، صندوق تحيا ألمانيا كلها بتعمل على ألمانيا، كلها بتعمل صناديق. هو فعلا يعني يمنعوا الضحك، بس يعني هو صندوق تحيا ألمانيا. تحيا ألمانيا تقريبا اسمه صندوق الاستثمار، صندوق استثماري الألمانيا، صندوق الاستثمار الألماني يعني. وده هيكون يعني فكرته إن هو يبقى برأس مال مبدئي 100 مليار 100 بليون يوروز يعني. طب وهو هيجيب ال 100 ده استثمار مباشر من الحكومة، من خزينة الدولة. لا، أموال حكومية وكمان استثمار خاص يعني. أوكي. انت ممكن انت تستثمر في صندوق تحيا ألمانيا يعني. فدي حاجة من الحاجات الحلوة عموما يعني، ان هو فعلا في كل حتة كده قايل لك انا هجيب التمويل منين، او انا هنفذ الموضوع ده ازاي. الحاجة التانية هو وعد برضو ان هو يقلل
الاسعار بتاعه الطاقه عموما، ففي وعد من الحزب ان هو يقدر يعمل كده باستخدام الطاقه النظيفه في نفس الوقت. من اهم المبادئ اللي ركز عليها الاس بي دي ان هو عايز يخفف الضرائب ويزود الاستثمار، عايز يركز على تطوير التعليم ورفع كفاءة الاوس بيلدونج في المانيا، عايز كمان يركز على الامان الاجتماعي والرعاية الصحية في النقطة بتاعة المعاشات وتحسين الوضع الصحي في المانيا. كمان عايز يركز على الديجيتاليزيشن او الرقمنه في المانيا، وان هو يقلل الوقت والبيروقراطيه اللي بتحصل في الاجراءات الحكوميه. ودي برضو من المبادئ بتاعه المبادئ الاساسيه اللي محطوطه في الفال للبرنامج. بروجرام، البرنامج الانتخابي بتاع الاس بي دي. من المبادئ برضو الاساسيه اللي موجوده في الفال بروجرام بتاع الاس بي دي هو ان هو عايز يحافظ على نمو السوق الاوروبيه المشتركه، وهو شايف اهميه السوق الاوروبيه الاقتصاد الالماني في العموم. ودي حاجه خلي بالك يعني ممكن تكون بديهيه لناس كتير، بس على فكره في احزاب في النزله الانتخابات دي شايفه ان السوق الاوروبيه دي حاجه مش كويسه لالمانيا. الحاجه كمان اللي هو اكد عليها كمبدا في الفال بروجرام هو ميد ان جيرماني، او السلوجن بتاع صنع في المانيا. صنع في المانيا محتاج ان هو يتعمل له ريبراندنج ريبراندنج. بالظبط كده. واكد الحزب ان هو ان المانيا كانت مسيطره على الصناعات الثقيله والصناعات والماكينات و في القرن العشرين. عندنا مشكله في القرن الواحد والعشرين لحد دلوقتي المانيا المنافسه قدامها قويه جدا. من المبادئ برضو الاساسيه الموجود هو حقوق العمال. اولا هو يعني عايز يبقى فيه ديمقراطيه والتمثيل العمالي جوه الشركات يكون افضل. فوق كده ان هو عايز يجرم منع او يعتبر ان منع الديمقراطيه العماليه، الديمقراطيه جوه الشركات ده هيجرمها. النقطه المهمه اللي هو اتكلم فيها برضه حزب الاس بي دي في البرنامج بتاعه ان هو عايز يلغي العقود المؤقته، عقود العمل المؤقته، وعايز كمان يراجع الشروط بتاعه شروط العمل المؤقت. يعني هو قدر الامكان عايز يضيق على فكره ان العقد بتاع الشغل، عقد العمل، يكون عقد مؤقت، تركيزا بقى على العماله الماهره او السكيلد هايلي سكيلد وركرز. فهو بيقول ان هو هيشتغل على تقليل البيروقراطيه الخاصه بالتوبيك ده عشان يسهل دخول العماله الماهره، دكاتره يعني ومهندسين وممرضين وحرفيين وهكذا. يعني زي ما قلنا ان السوق الالماني محتاج مئات الالاف من الوظائف كل سنه، في فراغ كبير في السوق الالماني. واحنا عارفين طبعا البيروقراطيه الموجوده هنا اللي هي طايله كل حاجه منهم الموضوع ده. فهو بالتحديد الموضوع ده عايز يشتغل ان هو يقلل البيروقراطيه فيه، وكمان هيسهل الاعتراف بالمؤهلات اللي الناس حصلت عليها بره المانيا وبره الاتحاد الاوروبي. برضو من ضمن النقط المهمة جدا اللي اتكلم عنها الاس بي دي مبدأ التعليم او تحسين التعليم وجودته، وتوفير مدارس اكتر، توفير تدريب للمدرسين، مع كمان رفع كفاءة التدريب المهني او الاوسبيلدونج. كمان هم مركزين على نقطة ان هم يزودوا الحضانات، وان هو يعلي كفاءة الحضانات وزيادتها. ده حقيقي. هو عايز برضو يرفع كفاءة الكيتاس، الحضانات عموما، وعايز يركز في الأول على ان هو يحسن الحضانات الموجودة، حضانات الأطفال الموجودة في المناطق الفقيرة شوية. اعتقد وبعد المدارس كمان هو كاتب في المبادئ ان هو عايز يساعد الطلاب اكتر في النواحي الدراسية. يعني مثلا هو زي البروجرام ده اللي هو البافوك اللي هو التمويل التعليمي ده، وعايز برضو يزوده ويسهل الاجراءات. واخر نقطه هو برضو بيتكلم فيها ان هو فكره التعليم والمهاجرين. يعني هو عايز حتى ان التعليم يكون المهاجرين نفسهم يكونوا ممثلين في التعليم، ان هو في تغيير في المناهج، ان المدرسين والحاجات دي يكونوا ممثلين، وفي نفس الوقت يعني ان الطفل المهاجر مع اهله ما يحسش بفرق كبير او ما يحسش بفرق لما يجي يلتحق بالتعليم هنا. من الحاجات اللي احنا كلنا اتكلمنا عليها قبل كده وانا شايف ان هي حاجه كويسه، ان هو حاطط زي فكره كده او هنت هو ازاي هيجيب التمويل بتاع الفكره بتاعته، او ازاي هيمول التغيير اللي هو عايز يعمله. فهو انا عايز يعمل حاجه جميله جدا، يعني ان هو التعليم عايز يمول
من هو عايز يعمل تعديل في قانون الضرائب الميراث. بالتالي هو عايز يعدل القانون بتاع الضرائب على الميراث ده، بحيث ان هو يستخدم الفلوس اللي هتيجي في تمويل تحسين جوده التعليم. وانا شايف دي حاجه كويسه جدا. كويسه جدا. كويس ان هو انت مديني فكره هو انت هتتصرف في الموضوع ده ازاي، او هتعرف تنفذ الموضوع ده ازاي. برضو من النقط المهمة جدا اللي اتكلم فيها الاس بي دي ان هو عايز دويتشلاند تيكت ما تبقاش لحد اخر 2025 زي ما احنا كلنا عارفين، تبقى السنين الجاية كمان. من الحاجات برضو اللي هو ركز عليها الاس بي دي، ودي كانت حاجه يعني برضو فن كده في البرنامج بتاعه، ان هو بيقول تخيل ان سويسرا منعت دخول القطارات السريعه الاتس اي الالمانيه للشبكات بتاعتها، لان هي بتعطل الشبكه السويسريه. فهو بيقول يعني دي حاجه ممكن تكون شكلها فن يعني مضحك، بس هي حزينه في الاخر، لان ده بيعكس قد ايه تهالك شبكه المواصلات المواصلات عموما في المانيا والانفراستراكشر. وعشان كده هو بيركز على الموضوع ده، ومن هنا قال ان هو هيهتم فعلا بتحديث شبكه المواصلات، سواء من قطارات، من شبكه الطرق والكباري بالذات، وركز على الكباري لان حاله الكباري شويه متهالكه. تسالني بقى يا فريد تقول لي ايه اكتر حاجه مضايقاك في البرنامج بتاع الاس بي دي، اقول لك في نقطه كده هم اتكلموا فيها عن التيمبو ليميت. انا كنت متاكد. انا شايفها تهريج بصراحه. يعني هنا الاوتوبان في المانيا او الطرق السريعه، معظم السرعه على الطرق السريعه سرعه مش محدده مفتوحه. انا شخصيا دي من الاسباب اللي مقعداني جوه المانيا يعني يعني ده سبب يعني من الاسباب اللي خليني قاعد في المانيا عشان اتبسط بالسواقه يعني. بس انا ما اعتقدش ان هو هيقدر ينفذ موضوع ان هو يحط ليميت على السرعه 130، لان موضوع الليميت ده بيجيب دخل كبير لألمانيا، لان بالذات فترة الصيف في سياحة اسمها سياحة السواقة. في ناس بتيجي مخصوص في الصيف عشان تأجر عربيات عشان تطلع على الأوتوبان وتجيب بقى 260 و300 ويشوف ايه اخر بقى العربية اللي هو مأجرها. كمان ان هو مش بس هيأثر على السياحة، هو كمان هيأثر على صناعة العربيات نفسها. لان ليه بقى انا اقعد اعمل عربية مرسيدس تقعد تعمل عربية بقى بموتور في 6 3000 سي سي ولا 3500 سي سي ولا مش عارف ايه، ولا في وفي الاخر تمشي بيها 120 في 120 دلوقتي بس تمام يعني. وبس في الاخر تمشي بيها 130 يعني 120 130 زيها زي التويوتا كرولا ال 1300 سي سي يعني it doesn't make sense. وبعدين اصلا نسبه الحوادث ما زادتش ولا حاجه زي كده، بس هم بيتكلموا هم عايزين يعملوا تيمبو ليميت ده عشان من البرسبكتيف بتاع البيئه بالظبط المناخ. بالظبط. احنا مبسوطين ان احنا في اول حلقه من الحلقات بتاعه الفال بروجرام. اول حلقه نتكلم في برنامج انتخابي بالظبط. المره دي احنا بنتكلم بالتفصيل على الاس بي دي. المره الجايه هنتكلم على برنامج انتخابي لحزب تاني، وهنحاول نكثف الحلقات ايام الجايه بحيث ان احنا نقدر نغطي اكبر قدر ممكن من البرامج الانتخابيه. يعني تقول كده مش كل الاحزاب هنقدر نغطيها، بس الاحزاب الكبيره اللي هي دايما بالظبط الاساسيه. ممكن بعض الاحزاب اللي طلعت مؤخرا اخر كام سنه وليها فكر برضو مهم. وان شاء الله تكونوا اتبسطتوا معانا وحبيتوا طريقتنا في قرايه البرنامج. بس قولوا لنا في التعليقات بقى انتوا ايه رايكم في الاس بي دي، يعني البرنامج بتاع الاس بي دي، ايه اللي اكتر حاجه عجبتكم في البرنامج، ايه اللي انتوا شايفينه الحزب مش هيعرف يحققه. يعني قولوا لنا في التعليقات كده انتوا رايكم ايه في العموم، رايكم ايه اصلا في الحزب ده في العموم. وان شاء الله المره الجايه هنتقابل مع حزب والفال بروجرام بتاع حزب جديد. نشوفكم المره الجايه. باي باي. سلام.